ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة مع بعض هنعمل فطاير سنبلة طالعة ترند، وكله بقى ايه قلب اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك. قلنا نعمله مع بعض بطريقة حلوة جدا من ايد الشيف سهام الحشاش. يلا نشوف المنيو مع بعض ايه. معايا 3 كوبايات من الدقيق، بيضة، رشة ملح، 2 خميرة يعني معلقتين كبار من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ربع كوباية من الحليب، معلقتين كبار من السمنة، وكمان رشة فانيليا، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة. ده كل المكونات اللي احنا هنعملها في العجينة ان شاء الله يا بنات. هنجيب بقى ايه البولة، هننزل بايه بالسمنة بتاعتنا زي ما حضراتكم طبعا شايفين، سمنة عادية جدا. لو عندك زبدة ممكن تستخدميه، لو عندك بقى ايه زيت، بس لازم زيت يبقى نوع كويس جدا يا بنات. خلاص هننزل بقى بالبيض. لو مش عايزة تحط بيض عادي مفيش اي مشكلة، تشيلي البيض وتستخدمي المكونات اللي احنا قلناها زي الحليب والسكر بتاعنا، وكمان البيض واللبن والسكر والسمنه، تمام، ورشه الايه الفانيليا عشان اي زفاره البيض ايه يروح منها يا بنات. خلاص هنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض بالمضرب عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده، سهل جدا. هنجيب بقى ايه الدقيق بتاعنا، دي نخلاه كويس جدا، تمام، وهحط رشه الملح، اهم حاجه رشه الملح زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. خلاص هنعجن كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. لو عندك عجان ممكن تستخدميه في العجان عادي مفيش اي مشكله. طيب المطلوب عايزين العجينه ملسمها طريه مش بتلزق زي ما انتوا شايفين كده. لمتها كلها بسم الله ما شاء الله حلو جدا. غطيتها بقى في كيس التلاجة، هسيبها بقى ربع ساعة تخمر. طبعا احنا في الصيف هيخمر بسرعة، وكمان ممكن اقل من اقل من ربع ساعة يا بنات. بسم الله ما شاء الله خمرت معايا. بدأت بقى ايه فردت شوية من الدقيق كده، وهنبدأ نشكل كل العجين مرة واحدة عشان ما ياخدش معانا وقت ايه في التشكيل واحنا بنعمله. خلاص طيب العجينة دي تنفع حاجتين، حادق وحلو. انا استخدمتها النهاردة حلو بالنوتيلا ان شاء الله. وممكن تخدمي اي حشوات انت حباه، نوتيلا، لوتس، ممكن زبدة الفستق، اي نوع حشوة انت حباه وممكن تستخدميه. خلاص احنا عملت النهاردة النوتيلا بطعم البندق يا بنات. خلاص كده ابدا بقى افرد العجين بتاعي، سمكه مش يعني تخين لا لازم زي ما انتوا شايفين كده. انا هعمل معاكم 2 كده افرده معاكم عشان انتوا عارفين نعرف نعمله ازاي. خلاص بعد كده فردته خالص، والسمك اللي انا عايزاه يعني 3 سنتي كده، يعني ايه مش تخين عشان مش يعمل ايه بابلز كده، يبقى الايه الحشوة تلاقي العجينة مش مستوية وهي واخده ايه لون معاكي. خلاص بدأت بقى احط الايه النوتيلا بتاعتي بالمعلقه كده، وابدا افردها عادي خالص، واتني العجينه بتاعتي نصين زي ما انتوا شايفين. معايا شلمون ومعايا قطعه بيتزا، هنبدا نقطعها شرايح من هي الطويله زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا احط بقى ايه الشلمون بتاعي في النص. هعمله ازاي على شكل ضفيره، هنبدأ نعمله نعكسها يعني ازاي، شمال في يمين، يمين في شمال زي ما انتوا شايفين كده. سهله خالص، تشكيله سهله جدا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. والمها كده واسحب الايه الشلمون بتاعي، وبعد كده احطها بقى ايه في الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه خالص. اسيبها تخمر يعني 10 دقايق كده عشان الجو اصلا حر. معايا بقى ايه بيض، حطيت عليه رشة فانيليا، وحطيت كمان معلقة صغيرة من القرفة عشان يضيع اي زفارة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما استوت بقى من الفرن وطلعت سبتها تهدى خالص، بس المقطع ما جاش معايا في الفيديو، وقدمته في الطبق النهائي. شايفين هشة جدا طرية، بصوا خطيرة جدا يا بنات. تنفع بقى في الرحلات بقى، وتنفع في الدروس والمدارس وكل حاجة انتي حباه. اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم والحلقه تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت ما تنسونوش بقى بلايك وكومنتات كتير وشير كتير، وان شاء الله هنرجع تاني نعمل وصفات